أهلًا، أهلًا يا حبايبي، عاملين إيه؟ وحشتوني جدًا، رجعت لكم النهارده بقصة جديدة ومستنية منكم كوباية الشاي أو القهوة، وتيجوا بسرعة عشان نسمع حكاية النهارده اللي بجد مش هتتوقعوا آخرتها، يلا بينا ونقول بسم الله. بداية الحكاية كانت في مكتب الرائد ياسين اللي كان بيغلي من العصبية بسبب ملف قضية قديمة متراكم، دخلت عليه المهندسة نورهان بذكائها الحاد وشخصيتها القوية ورمت الملف على المكتب بقوة وقالت: الخطة اللي انت حاططها دي يا حضرة الرائد بدائية جدا، احنا في 2026 مش في زمن الخيال. ياسين بصلها بسخرية وقعد على كرسيه وقال: يا باش مهندسة، الميدان محتاج عضلات وشجاعة مش مجرد شاشات وكيبورد. من هنا بدأت الحرب الباردة بينهم، كل واحد بيحاول يثبت للتاني انه الأذكى والأقوى لدرجة ان باقي الضباط كانوا بيشوفوا خناقهم مادة للضحك. وصل بلاغ بوجود شحنة أسلحة ضخمة في ميناء مطروح. ياسين جهز فريق المداهمة بسرعة بس نورهان اعترضت وقالت: الكود اللي في البلاغ مريب، في حاجة غلط على فكرة، خليكي في شاشاتك احنا نتحرك. وفعلا المداهمة كانت في آخر الميناء، كان فاضي واتقفلت عليهم الأبواب وظهر آدم صاحب ياسين على الشاشات بيضحك: أهلا بيكم في أبركم. اكتشفوا إن آدم كان الخاين وإن صقر الزعيم اللي كانوا فاكرينه مات هو اللي بيحرك الخيوط. اشتغلت على اللابتوب بتاعها بسرعة البرق، هكرت أبواب المخزن وعطلت القنابل الموقوتة اللي زرعها آدم. لما هربوا من المخزن انتقلت المعركة لمبنى قيادة العصابة. ياسين كان بيحارب برجالته، ونورهان كانت عينيهم اللي بتشوف من خلال الكاميرات، بتفتح لهم الأبواب وتقفلها على الأعداء في توقيت مثالي. في نص المعركة ياسين اتصاب في كتفه، نورهان جابت له أدوات الإسعاف ولأول مرة الخناق قل وبدأوا يتكلموا بصوت واطي ومفهوم. نظرات التحدي اتحولت نظرات خوف على بعض. بعد ما أنقذوا أهل ياسين من الغرفة الموصدة، صقر حاول يهرب بالهليكوبتر بس نورهان عملت حركة مجنونة بتهكير سيستم الطيارة وهي في الجو. ياسين طلع واجه صقر في قتال إيد بإيد كان الأشرس في حياته. صقر كان بيحاول يغدر بيه بس نورهان صرخت: ياسين على يمينك. ياسين سمع كلامها وتفادى الطعنة وضرب صقر ضربة القاضية. لما خلصوا على صقر وآدم افتكروا إنها النهاية، بس اكتشفوا إن في منظمة دولية أكبر وراهم. السفر للقاهرة كان بداية مرحلة جديدة، الخناقات قلت والاعتماد على بعض زاد. في شقة القاهرة السرية قضوا ليالي طويلة من غير نوم، ياسين كان بيجيب لها الأكل والقهوة وهي كانت بتصلح له أجهزة التتبع. بدأوا يتكلموا عن حياتهم وعن ليه هم غلسين مع بعض، اكتشفوا إن ده كان مجرد قناعة عشان يداروا إعجابهم ببعض. في ليلة المواجهة النهائية مع المنظمة ياسين وقف قدامها وقال لها: لو رجعنا لازم أقولك إني كنت بموت فيكي بس كنت خايفة أقولك. نورهان ابتسمت ودمعت وقالت: وأنا كنت كمان بموت فيك بس برضه كنت بغير منك وخايفة أقولك. نورهان عملت الهجمة الإلكترونية وياسين اقتحم المقر والاتنين نجحوا في تدمير المنظمة. بعد شهور من الضجة والنجاحات جه يوم الفرح. الفرح كان في فيلا على النيل وحضروا كل اللي شاركوا في الحكاية. ياسين كان لابس بدلة عسكرية ونورهان كانت عروسة زي القمر. الفرح كان مليان ضحك وتريقة على خناقات القديمة. صورة جماعية وقف ياسين ونورهان في النص، جنبهم وقف آدم اللي خرج من السجن وبدأ حياة جديدة أخيرا. والعميل إكس وفريق ياسين كله. المصور قال: ابتسموا، والكل ضحك. ياسين مسك إيد نورهان وقال لها قدام الكل: أحلى مداهمة في حياتي هي إنك وافقتي تتجوزيني. نورهان ضحكت وقالت: يا سيدة الرائد، أنا اللي خططت لكل حاجة ومن الأول كمان. الكل ضحك والكل اتصور الصورة الجماعية، وهي دي الصورة اللي هتفضل ذكرى لأكبر قصة حب بدأت بتحدي وانتهت بانتصار. خلصت حكايتنا بس انتم لسه في قلبي. يا رب تكونوا اتبسطتوا وفصلتوا شوية من ضغط اليوم. ما تنسوش لو عجبتكم القصة تدعموني بلايك جميل زيكم وتعملوا شير عشان نوصل الحكاية كلها لأصحابنا. بحبكم واشوفكم في قصة جديدة. سلام.